كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال، يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته. فكان فيما قال لنا يومئذ، يعني في الخطبة: إن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا حذر، أي هذا النبي، أمته الدجال، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو فيكم بعدي لا محالة، يعني خارج فيكم بعدي لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه يخرج من خلة بين العراق والشام، والخلة موضع حزن وصخور، أي موضع فيه صخور، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني يفسد ويأخذ الناس يبطش بهم بغير رفق. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، فإنه يبدأ فيقول، أي الدجال: أنا نبي، قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. ثم يثني، أي الدجال، فيقول: أنا ربكم، قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي لا يفتننكم الدجال بادعائه الربوبية بعد الأعمال الخارقة التي يفعلها، فإن دليل كذبه أنه يرى والله لا يرى في الحياة الدنيا. وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه مكتوب بين عينيه كافر. بين عينيه، قال بعض العلماء يعني على جبينه. يقرأه، أي يقرأ هذه العبارة، يقرأها كل مؤمن: فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني في صحيح